صفوف متراصة، قلوب نابضة بالولاء والوفاء، وعيون تحظوها الرغبة في القيام بالمسؤولية على أفضل وجه. هي وقفة إجلال لعالم يرمز إلى العزة والكرامة، يتجسد فيها معنى التفاني في خدمة الوطن. في كل صباح تتجدد العزيمة وتتضح الرؤية. تعليمات وتوجيهات مدير المؤسسة هي نبراس يضيء الطريق للموظفين ويذكرهم بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم. في قلب المؤسسة السجنية تتلاقى خيوط الليل والنهار في تسليم وتسلم لأمانة حملها رجال ونساء نذروا أنفسهم لحماية المجتمع وضمان تنفيذ القانون. في ممرات السجون تبدأ حكاية يجهلها كثيرون. هنا حيث يتردد صدى خطوات الموظفين التي تحمل على عاتقها مسؤولية عظيمة، مسؤولية الحفاظ على الأمن ورعاية الحقوق. تحت أعين ساهرة تؤمن المكان، يمارس النزلاء حقهم في لحظات قد تكون المتنفس الوحيد لهم، تحت مراقبة رجال لا تغفل لهم عين. في لحظة ما يختل التوازن وينشب نزاع يهدد الأمن. ميم جوج المرة تدخل سجال على مستوى قاعة الألعاب. ميم جوج سجال على مستوى قاعة الألعاب. من 3 من كذا من كذا سماء هي 5 إلى 5 قد تدخل الأئمة. لينطلق رجال التدخل السريع بكل حزم واقتدار لإعادة الأمور إلى نصابها. إنهم خط الدفاع الأول، درع واق يحمي النزلاء والموظفين على حد سواء. في المطبخ تبدأ رحلة الاهتمام بصحة وسلامة النزلاء. لجنة مراقبة الجودة تضمن أعلى معايير السلامة الغذائية في التزام كامل بشروط النظافة والتعقيم. وجبات متوازنة تعكس الاهتمام بصحة النزلاء وتلبية احتياجاتهم الغذائية. عيون ساهرة وقلوب رحيمة، هكذا يكرس الفريق الطبي المتخصص جهوده لتقديم أفضل رعاية صحية. صحة الفم والأسنان جزء لا يتجزأ من الصحة العامة. في عيادات المؤسسات السجنية المجهزة بأحدث التقنيات يتلقى النزلاء العلاج اللازم لضمان ابتسامة صحية. الحياة هنا تستمر رغم التحديات. في قسم غسيل الكلي يتم توفير الرعاية اللازمة لمرضى القصور الكلوي لتمكينهم من مواصلة حياتهم بكرامة وأمل. مرافق عصرية، بيئة محفزة، فضاءات مهيئة لاستقبال غد مشرق. هي ملامح بارزة لمركز إعادة بناء الذات واستعادة الأمل. من محو الأمية إلى اكتساب المهارات الأساسية، كل خطوة نحو التعلم هي خطوة نحو الحرية الحقيقية. ففي الفضاء السجني يؤمن الموظفون بأن المعرفة نور يضيء الدروب، أما المهارة فكنز يفتح الأبواب. لذا يسهرون على مواكبة البرامج التعليمية والتكوينية بغية تمكين النزلاء وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء حياة منتجة ومستقلة. في عالم قد يرى البعض نهايته، تبدأ رحلة أخرى. في هذه اللحظات الحاسمة تبدأ مسؤولية الموظفين، مسؤولية الحفاظ على الحقوق وفتح نافذة نحو مستقبل أفضل. بصمات الأصابع ليست مجرد تعريف بالهوية، بل بداية لمسار التأهيل ولإعادة الإدماج، مسار يرعاه الموظفون بكل تفان وإخلاص.